السلام عليكم. السلام السلام ورحمة الله. لاباس الحمد لله. عندي واحد السؤال الله يحفظك، لا تقدر تفسر لنا على الموضوع تاع السفينه هذاك ونهبط وجاوبني وطلعت اشواط. يا أخي هذا وين جاوبت على موضوع السفينة، قلت بأن السفينة إسبانية، سفينة إسبانية اسمها كاتالونيا، حطت في السواحل المصرية لأنه إسرائيل هي من تصدر الغاز، إسرائيل لا تستورد الغاز، إسرائيل ما تحتاج الجزائر والغاز تاع الجزائر، إسرائيل ما تحتاج حتى النفط تاع الجزائر لأن الإمارات قائمة بالواجب وأكثر، الإمارات تعطي النفط لإسرائيل مجانا باطل. يعني الكذبة هذه الكذبة العياشية، الكذبة العياشية السعودية، لأن السعوديين والعياشة المغاربة هم من يروجون لهذه البروباغندا فقط لكي يبررون خيانتهم وعمالتهم للكيان. يعني المغرب عندها 100 سنة 100 سنة عمالة وخيانة للكيان، يعني تعمل لصالح الكيان. والحسن الثاني كان عبد عند إسرائيل وقال إسرائيل واقع، إسرائيل دولة ويجب مساندتها وبقاؤها، والفيديو موجود في اليوتيوب. العياشي لما يحب يبرر العماله نتاعو للكيان يقول لك بانه الجزائر تزود اسرائيل بالغاز، والحقيقه انه اسرائيل عندها الغاز، اسرائيل تصدر الغاز، اسرائيل تصدر الغاز للاردن ولمصر، وعندها حق حدود قسمتها مع لبنان. السؤال المطروح معناه العياشي ما يقراش، هذا هو السؤال. يا كاين جوجل، تقدر تروح تجوجلي جوجل تكتب هل اسرائيل تستورد ام تصدر الغاز، يخرج لك اذا اسرائيل تحتاج الغاز ولا ما تحتاج. اسرائيل ما تحتاج الغاز. والباخره اسبانيه، الانديبندنت قالت بانه الباخره اسبانيه اسمها كاتالونيا جات لاسرائيل باش تدي الغاز، رجعت الى السواحل الجزائريه لان اسرائيل اغلقت انابيب الغاز بسبب التوتر اللي راهو حادث في المنطقه تاعها. انتهى الموضوع، راحت الجزائر عطاتهم الغاز. دركا العياشي يطرح له سؤال، الباخره تاع كاتالونيا كي نجوجليوها ونتراكيوها، تراك دير تراك واش يقولوا له للباخره، تعقب باللغه العربيه، تعقب الباخره. روح شوف وين راهي دركا الباخره، تعقب الباخره ستجد بأن الباخره في السواحل الاسبانيه. علاه ما راحتش لاسرائيل كي تعمرت بالغاز؟ ان كانت الباخره اسرائيليه لماذا لم تعود الى اسرائيل؟ صح معليش، الباخره اسبانيه والسواحل مصريه، الباخره اسبانيه والسواحل اللي راست عليهم الباخره هم سواحل مصريه. ما دخل اسرائيل في الوسط؟ واش دخل اسرائيل في الوسط؟ ما دخل الجزائر في الوسط؟ ما فهمتش انايا، والله ما فهمت. العياشي هذا معناه يحب زعما يبرر التطبيع نتاعو. يا العياشي راي ارضك مبيوعه، يا العياشي راي المشكل والله لو كان تطبيع ند لند معليش، يا الاحتلال هذاك راه مو تطبيع. والله لو كان تطبيعا مع الكيان قال ند لند، دوله لدوله. المشكل احتلال، ارضك والله محتله. الكيان لما يتزرع في ارض اول حاجه ينشرها الفتنه، ثانيا يتدخل في الحكم. بعد منذ تقريبا الحسن الثاني الى يومنا هذا والله انت محكوم من طرف الكيان، محكوم من طرف الكيان. وفي البلاط الملكي اكبر دليل يوجد هذاك المستشار الصهيوني هذاك، نسيت اسمه، والله نسيت اسمه، مستشار محمد السادس الصهيوني هذاك، ذكروني باسمه في التعليقات. واحد المستشار صهيوني للملك محمد السادس، نسيت اسمه، ازولاي، ايوه ازولاي هذاك. انت محكوم من طرف الكيان في بلادك، وسيتوسع الكيان ويبدا يشري في الاراضي ويسيطر على الحقول ويسيطر على الفلاحه في بلادك، وستصبح كنت عبد فقط لمحمد السادس وللمخزن. تولي عبد لطرفين، تولي عبد للمخزن وعبد للكيان على ارضك. انت اصلا كنت محتل من طرف العائله العلويه، ودوك تولي محتل من طرف الكيان ومن طرف العائله العلويه، وجيت برا زعما انه الغاز يعني الجزائري يصل الاراضي الاسرائيليه. يا اخي عياش. بارك الله فيك خويا.